فوزي الأقجع يزلزل الكرة الجزائرية من جديد ويتسبب في الإطاحة بثالث رئيس للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد استقالة رئيسها زفيزف. وفي التفاصيل، أعلن جايد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم استقالته من منصبه عقب الزلزال المدوي الذي تعرضت له كرة القدم أو الكرة الجزائرية في الكوت ديفوار. زفيزف بث خطبة وداع عبر فيها عن يأسه من الفشل الذي لاحق الكرة الجزائرية والإهانة الكبيرة التي تعرض لها في كونغرس الكاف عندما رفض أعضاء الاتحاد القاري منح الجزائر عضوية المكتب التنفيذي، وأيضا بدعم كبير للمغرب لنظيره الليبي. زفيزف وإن لم يأتي على ذكر أسباب الإهانة والهزيمة المذلة التي لحقت ببلاده في الكوت ديفوار، فإنه ربط بشكل مباشر بين استقالته وما وقع في المؤتمر الأخير للكاف. وقال زفيزف بلغة انهزامية: دخلت الانتخابات لكسب عضوية المكتب التنفيذي للكاف. كسب العضوية في المكتب التنفيذي للكاف كان من أهم أهداف الفاف. بذلنا كل المجهودات واستعنا بجميع الوسائل المتاحة قانونيا لبلوغ الهدف المنشود، لكن للأسف هذا لم يكفي. وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد خصصت حيزا هاما وكبيرا للإهانة المذلة التي لحقت بالكرة الجزائرية في الكوت ديفوار وفشلها في نيل عضوية الكاف في الوقت الذي لقي الترشيح الليبي دعما قويا من المغرب وبقية الأعضاء. وبهذا يكون زفيزف ثالث رئيس جزائري يتسبب فوزي الأقجع في الإطاحة بهم من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فبعدما أطاح بروراوة وعيسى حياة دفعة واحدة، تسبب في الإطاحة بخير الدين زاتشي الذي وقع على ميثاق جديد للكاف يمنع ضم الكيانات الوهمية غير المقيدة كدول لدى الأمم المتحدة، قبل أن يأتي الدور على زفيزف الذي لقي والآخر نفس المصير كثالث رئيس يطيح به فوزي الأقجع. نشكركم على حسن المتابعة.